سوريا، عشائر سوريا جمعا يلبس العباءة للشيخ جمال الشرع أخو القائد العام الشيخ أحمد الشرع. الشيخ يلبس العباءة للشيخ السيد وزير الثقافة المحترم. هاد وزير ثقافة حكومة أحمد الشرع، ولا نقول ثقافة السوريين، لأنه ثقافة السوريين لها علاقة قوية بالكرامة. هم لا يصومون على الكرامة ويفطرون عليها، لا يصومون أبدا عن الكرامة. ثورتهم كانت ثورة الحرية والكرامة، ولم يكونوا صائمين حتى يفطروا على طبق الكرامة كما فطر وزير ثقافة أحمد الشرع. هذا الوزير يعني أعتقد أنه أخذ كمية مهولة من الانتقادات في هذه الفترة في أكثر من مناسبة، وهو الذي يضع أنفسه في مواقف بايخة يعني، ويفتح على نفسه أبواب السخرية والتندر، وجعله يعني من في قاعدات التندر والفكاهة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمحصلة صار لديه رصيد كبير جدا ومؤونة كبيرة جدا من السخرية، والسخرية السوداء والسخرية البيضاء تكفيه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كمؤونة. يعني حتى ولو ترك هذا المنصب، الناس لن ينسوا هذه المواقف المخزية والمواقف البايخة اللي بيحط نفسه فيها. شي مرة يتحدث عن كمؤرخ وينسب يعني ويحور التاريخ على أن اللغة السريانية هي إحدى اللهجات العربية. طبعا اجتهاد سطحي وينم عن عدم دراية واطلاع، لئلا أقول الجهل. هذا من جهة. من جهة أخرى هو كوزير ثقافة، وقد انتقدها كثر يعني، لكن يبقى الباب مشرعا على المزيد من الانتقادات. يعني شو شغلته يروح بمعية أخو أحمد الشرع، شقيق أحمد الشرع اللي ما عنده منصب، ويقبل الجلوس في مضافات الشبيحة، بيروح وزير الثقافة كمان بمعية هذا الوزير، وكأنه يعني وهو صاحب منصب في الحكومة، ويتضح من الفيديوهات والصور وكأنه ملحق أو لاحق بشقيق الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع. تلك المناظر المخزية تفضح على أنه بالفعل يعني وزير الثقافة كان محروم من الكرامة، والآن أفطر على الكرامة. صار يدعى إلى المضافات ويمشي بمعية شقيق رئيس دولة، لكن الأجدى به أن يكون في خيم ومضافات الكرامة في السويداء، أن يتجول بين سوريا المتنوعة، أن يعمل زيارة إلى مدينة الرقة، إلى مدينة الدير، إلى المناطق التي
أتى منها وزير الثقافة، وفي تقديري سيكون مرحبا به، مش يروح يقعد على المناسف على طبق الكرامة وفي حضور فلول النظام السابق. هذا يعني هيك حكومة بدها هيك وزير. يعني لا أقول لماذا يعني الحكومة ترضى بهذا السلوك من وزير الثقافة. هذا الوزير إذا عنده شوية كرامة مش ليوم القيامة، لبكرة لازم يقدم استقالته ويعتذر للشعب السوري عن أكثر، مش بس أنه راح وجالس آه، الشبيحة وفلول النظام السابق بمعية شقيق رئيس الدولة. لا يعني مش بس هيك، يعني على أكثر من صعيد هو ورط نفسه، وكل موقف من المواقف التي أسقط نفسه فيها تستوجب الاعتذار من الشعب السوري. لذلك أقول أنه إذا عنده شوية كرامة فينبغي يعني أن يعتذر، أو يبقى جالسا في مكتبه في وزارته ويفكر كيف يطور هذه الوزارة، كيف يعني يحضر لبرامج ثقافية، أنشطة ثقافية، معرض الكتاب، معرض دمشق الدولي للكتاب، يستثمر علاقته مع القطريين، مع يعني في هذا الإطار يحضر يعني كيف يمكن تقديم دمشق بصورة جديدة على طبق جميل من التنوع والحريات والثقافة المتنوعة التي تمثل سوريا. طبق الكرامة مش عند فلول النظام، هذا أولا. وبيروح يخطب ويرد على هذه الانتقادات التي وجهت له، وهو وزير ثقافة ويفترض أن يكون الأكثر تقبلا للانتقادات، وبيروح بيخطب في الجامع وبيرد على هذه الانتقادات، وأكد وأثبت ووثق على نفسه بأنه وزير السخافة والتفاهة، مش وزير الثقافة. وزير الثقافة ينبغي أن يكون منفتح على الانتقادات ويستوعبها ويحترمها، لا أن يرد عليها بالإهانة ومن منبر ديني، لا أن يدنس بيت الله أو أحد بيوت الله في دمشق والجامع الأموي أو أي جامع آخر، أي مكان آخر، ذو قدسية، بأن يجعل من ذلك المكان منصة للرد على منتقديه. هذا السلوك يعني لا يمكن أن يبدر من شخص لديه كرامة. البقاء على هذه الحال واستمراره في التمرغ في أوحال السلوكيات التي يبديها ويمارسها، هذا أيضا لا ينم عن كرامة. يعني إن كان لديه بالفعل شوية كرامة، مش طبق، يعني طبق هل يعني ومش ليوم القيامة، لبكرة ينبغي أن يظهر ويعتذر ويعني ويتوقف عن تكرار هذا الموضوع، والأجدى أن يترك مقامه ومكانه لشخص آخر. أنا شخصيا يعني ككل السوريين تفاءلنا بالحكومة الجديدة، وقلت أنه يعني ربما وزير الثقافة الجديد ربما يكون مثلا واحد مثل مثلا رياض نعسان آغا، خيري فواز حداد، يعني شخصيات روائية وازنة لها حضورها، لها مقامها، لها تجربتها الثقافية. نبيل سليمان
الناقد والروائي السوري، شخصيات بالفعل محققة ومعروفة، ومعروف عنها توازنها وهدوءها وعمقها. مش واحد يعني كل رصيده انه في المناسبات الشعريه او كذا، وفصيح العرب، ومن فصيح العرب طلع فسيخ العرب بسلوكياته السخيفه والتافهه في سوريا. يعني هذا يعني لا يصلح ان يكون رايي وتقديري انه يعني يستلم حتى مكتبه، حتى أي وظيفة إدارية بسيطة في وزارة الثقافة، فما بالك أن يكون وزيرا. طبعا أنا لا أعتب على حكومة أحمد الشرع، لأنه هيك حكومة بدها هيك وزير. هي حكومة أقلية، هي لا تمثل السنة. هنالك يعني شيء يشبه أوهام السنة، أو أوهام المكون الأموي أو الأمويين الجدد، على أنه هذه الحكومة تمثل السنة وينبغي التمسك بها والقتال في سبيلها. لا، هذه الحكومة لا تمثل حتى السنة، تمثل حزبا معينا. وأنا هذا ذكرته في آخر مشاركة تلفزيونية، أنه هي حكومة أقلية، يعني وهي حكومة جبهة النصرة، ائتلاف ما بين جبهة النصرة وتركيا. الجزء المتعلق بجبهة النصرة واضح، ويتصدر المشهد على مستوى القيادات الأمنية والسياسية والعسكرية والوزارات السيادية. القسم الثاني الموالي لتركيا على مستوى التركمان، التركمان الموالين لتركيا، ومش موالين لحزب الحركة القومية لتركيا، وموالين للدولة العميقة في تركيا. وسآتي يعني في الحديث حول ذلك. هذا الائتلاف الذي يحكم المرحلة الانتقالية في سوريا لا يمثل السنة أبدا، يمثل جماعة متطرفة دينية. المذيع في تعليقه عليه قال أنه جبهة النصرة انتهى. لا يا حبيبي، جبهة النصرة لم تنتهي. جبهة النصرة غيرت اسمها، لأنه أصلا ما كان اسمها جبهة النصرة لعندما وصلت جبهة تحرير الشام، وقبل جبهة النصرة كان شيء ثاني. وهذه المسميات مهما تنوعت وتعددت فهو لجسم واحد، لعقيدة شمولية تمارس التقية وتحاول أن تؤسس لنظام الحكم بإبداء الكثير من التنازلات للآخرين، مش للسوريين، للآخرين فقط، للاستمرار في الحكم. فهيك حكومة بدها هيك وزير سخافة. بالفعل هو وزير السخافة والتفاهة، ولن يكون وزير الثقافة السورية إذا بقي متعنتا في سلوكياته، في سخافاته، في مواقفه المضحكة التي تجلب له الكثير من السخط والانتقادات والتندر والسخرية، وربما يفسرها البعض بالتنمر. هو الذي يفتح الأبواب بهذه الممارسات على نفسه هذا الكم المهول من الانتقادات والسخرية، وهذا المقام الذي هو فيه مقام التخبط والتهافت والتفاهة يستوجب هذا القدر من السخط والغضب والانتقادات من السوريين. لا يفسر الناس، وطبعا بعض السذج والسطحيين، أنه هذا استهداف للدولة واستهداف للسنة والإسلام. لا لا، الموضوع مش هيك. الموضوع من يعني هدول اللي بيحشدوا، بيطلع لك موسى العمر
وبيبلش بقى مرافعاته، وهو هيك يعني، وهي وظيفته. يعني مش، لا تتوقعوا من موسى العمر أو غيره أو اللي على شاكلته غير هذا السلوك الذي يبدر منهم في يعني التغطية، التعمية، التبرير. هاد سلوكه، هاد شغله. يعني هل تتصورون وتتوقعون من موسى العمر أنه يجي ينتقد أحمد الشرع، أو ينتقد وزير ثقافة حكومة أحمد الشرع، أو ينتقد شو اسمه أبو عمشة، صاحب فصيل العمشات والكلسات والشلحات؟ تتوقعون من موسى العمر ينتقد هذا الفصيل؟ والآن يعني اللي يظن بالنماذج الموجودة الآن التي تتصدر الإعلام أن يكون لديها هذا الحس النقدي، هذا الموقف النقدي الوطني الحريص على البلد، المتجاوز لأحمد الشرع والمتمسك بسوريا، المتجاوز لوزير ثقافة أحمد الشرع والمتمسك بسوريا. هكذا مواقف نبيلة وأخلاقية ووطنية سورية أن تبدر من واحد مثل موسى العمري، معناته إذا خمنا هذا الشيء فينبغي أن نراجع أنفسنا، أنه نعاني من خلل ما في مكان ما، لأنه هذا هو موسى العمر. وهذا يعني طرائقه في إرضاء السلطة التي يواليها أيا تكن. يعني لو كانت قسد تحكم دمشق الآن، لكان الآن موسى العمر بيحكي عن عظمة أوجلان وعظمة مظلوم عبدي ومن هالقصص هي. السلطة، هنالك نسق من الإعلاميين والمثقفين مع الأسف الشديد والمرارة الشديدة ينطبق عليهم هذا الوصف العربي أو القول العربي الدارج، اللي بيتجوز أمهم ينادونه يعني أو يعتبرونه عمهم. يعني هكذا اعتدنا من البعض، لئلا يفهم أنني أعمم، من البعض هم عبيد السلطة، بصرف النظر هل هذه السلطة تخدم البلد والمجتمع أم لا.